ده منظر الاكل اللي طلع لي لما اشتريت من كيو برجر. وعلى فكره اصحاب المطعم كانوا مقضينها رقص ومش فارق معاهم الزباين، يعني انا فضلت 3 ساعات مستني الاكل وفي الاخر قعدت اكل على الرصيف. مبدئيا كده الاثنين دول هم اصحاب المطعم، وباختصار كده المطعم ده بيقدم برجر على الفحم وبيقدم فرايد تشيكن، وطبعا كل ده معاه فرايد. وحابب اقول لكم ان انا لما دخلت المطبخ عشان اصور الاوردرات وهي بتجهز لقيت الناس اللي جوه مطحونه، وما شاء الله عدد الزبائن اللي كانت جوه المكان واللي كانوا بره كبير جدا. وبسبب الزحمه والضغط الكبير قررت ان انا اخرج بره المطبخ واتفرج على الاجواء بتاعه الاحتفالات اللي بتحصل بمناسبه الافتتاح. والجارد المحترم ده كتر خيره دخل استعجل لي الاوردر، فادوني الاوردر في السريع وخدت الاوردر وطلعت بره على جنب كده على الرصيف زي اي حد متواضع. وبصراحه تغليف الاوردر كان جميل جدا والاوردر كان مخدوم قوي. ومش هقول لكم مش عارفين ان انا بصور والكلام ده لان ده اعلان وهم اللي طالبيني اصلا، بس لو جينا للحق فالاكل فعلا طعمه جميل. وعلشان تبقوا عارفين خالد صاحب المطعم ده من اشهر التيك توكر في دول الخليج، وعلى فكره كان عامل عروض مكسره الدنيا في الافتتاح وكمان عامل اصناف جديده. وتعالوا اسمعكم قال لي ايه اول لما شاف. نورتنا يا حبيبي، انت حبيبي الله يخليك، احلى واحد والله. واخيرا بقى اول لما قصوا الشريط وافتتحوا المكان بشكل رسمي الدنيا اتزحمت جدا والهيبره ملت المكان. بصراحه انا ما بحبش الدوشه، فسحبت شوكولاتايه واتكلت على الله.